إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويت كده بس علشان خبطت البتاع بس كده. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ بما ان في الفيديو اللي فات لقيت ناس كتير بتتكلم على مجموعهم، يكتبوا مجموعهم والمجموع ده دخلني كليتي، المجموع ده دخلني كليتي. ناس كتير بتسأل في الموضوع ده، فلذلك انا قررت ان انا دلوقتي اصور الفيديو ده اللي هو الساعة 6:15 الصبح. 6:15 الصبح، صاحي من امبارح، يعني تعبان جدا يا جدعان والله، ولكن بسبب الكومنتات الكتير، يعني لسه شايف الكومنتات فهعمل الفيديو ده ليكم. فتقديرا يعني كده انزل اعمل لايك، اعمل كومنت، اعمل سبسكرايب لو ما عملتش سبسكرايب، يعني لو مش عايز تعمل الحاجات ديت يعني ما تعملش، ولكن هو التقدير. المهم تعال نتكلم عن الكليات، ولكن برضو في البدايه كده عايز اقول لك حاجه. الكليات اللي انا هتكلم عنها في الفيديو ده بتاعه الناس اللي جايبه مجموع بدايه من 60% لحد مجموع 80%. يعني لو مجموعك ما بين دول فانا هقول لك على افضل الكليات اللي مجموعك بالظبط يدخلك فيها. يعني ليه؟ لان انا هقسم لك الفيديو، لو مجموعك جايب من 60% ل 65% فدي افضل الكليات، لو مجموعك جايب من 65% ل 70% فدي افضل الكليات، وهكذا من 70 ل 75 ومن 75 ل 80. في كل فئه من الفئات ديت هقول لك على افضل الكليات، وانت شوف بقى مجموعك فين. فكمل معايا الفيديو للاخر كده، لان كل جزء هتكلم فيه عن مجموع يتراوح من بين ده وده. وتاني بكررها، المجاميع دي لعلم علوم. برضه ممكن تسالني تقول لي طب انت ايش عرفك ان المجموع ده يجيب الكليه دي، او ما بين ده وده يجيب الكليه دي؟ ما التنسيق اصلا لسه ما نزلش. اقول لك بص، الكليات ديت المجاميع بتاعتها دايما او غالبا بتكون في الفئه دي، تمام؟ السنه اللي فاتت السنه اللي قبلها كانت في المجاميع بتاعتها في الفئه دي. يعني انا جايب لك اصلا المجاميع دي من تنسيق السنه اللي فاتت، تنسيق 2022. فلو التنسيق عالي فهو هيعلى سنه بسيطه، فالكليات ديت مجموعها هيعلى سنه بسيطه مش قوي يعني، تمام؟ فهتبقى برضه في نفس الرينج. يعني لو كليه من 60 ل 65 والتنسيق عالي هتفضل برضه من 60 ل 65%. كذلك برضو لو التنسيق نزل فهتنزل سنه بسيطه فهتفضل في نفس الرينج. فالفيديو ده بنسبه كبيره هيعرفك على الكليات اللي في الفئه بتاعه مجموعك. اول حاجه خلينا نبدا بيها، وهي الناس اللي مجاميعها من 60% ل 65%. ايه هي الكليات او ايه هي افضل الكليات اللي ممكن يخشها او المعاهد اللي ممكن يخشها بالمجموع ده؟ انا كاتبهم طبعا قدامي لان هم كتير، وخد بالك في الفيديو ده انا مش هقول لك مميزات وعيوب الكليه، لا انا هقول لك افضل الكليات المتاحه من خبرتي او اسئلتي للناس يعني. وانت بعد كده شوف الكليه اللي تعجبك وابدا اسال عنها على يوتيوب بقى ودور عنها بشكل اكبر، تمام؟ خلينا نبدا على طول. الناس اللي مجاميعها من 60% ل 65%، اول كليه وهي او اول معهد هو معهد فني تمريض، تمام؟ قدامك معهد فني تمريض. تاني حاجه وهو معهد تكنولوجي للتمريض، معهد تكنولوجي للتمريض. بعد كده عندك المعهد العالي للهندسه والتكنولوجيا. تقول لي علم علوم ومعهد عالي للهندسه؟ المعهد ده تقريبا سنتين يعني، تمام؟ رابع حاجه بعد كده هي حقوق. خامس حاجه اداب. سادس حاجه سياحه وفنادق. بعد كده تربيه تعليم ابتدائي، خد بالك تربيه تعليم ابتدائي، تمام؟ وتربيه طفوله رياض اطفال. ركز على تعليم ابتدائي ورياض اطفال دي، تمام؟ مش تربيه بشكل عام. ولو حاسس ان انت تايه معايا كده من اسماء الكليات اللي انا شغالها اقولها لك ديت، فما تقلقش، في اخر الفيديو خالص هتلاقي لي ممهم لك كلهم كده وانت شوف دنيتك. المهم بعد كده عندك من 65% ل 70%. الناس اللي مجموعها من 65 ل 70 تخش كليه ايه او ايه افضل الكليات المتاحه؟ اول حاجه عندك كليه الزراعه، من الكليات اللي انا برجحها جدا. يعني كليه الزراعه بصراحه كليه يعني يمكن الناس ما تعرفش عنها كتير، ولكن اسال عن زراعه كتير هتلاقيها كليه فعلا كليه جامده، تمام؟ فبرشحها لك لو مجموعك في الفئه دي. تاني حاجه عندك اعلام، مش برشحها نهائي.
يعني بص، هو انت هتلاقيني في اخر الفيديو خلاص لمم لك كل حاجه تمام. في اخر الفيديو خلاص لمم لك كلهم كده، ولكن في الفيديو هبدا ادي لك وجهه نظري من حيث كل كليه انا اعرفها، يعني هل تمام ولا مش تمام. بس فيلا نكمل. قلنا اعلام، انا ما انصحكش بصراحه انك تخشها، مش لاقي في الاخر خالص بعد تتخرج مش شايف انك بتعمل حاجه. بعد كده عندك معهد عالي فنون تطبيقيه، ارجح بيه جدا جدا جدا. معايا واحد صاحبي في المعهد ده، يعني شغالين شغل حلو جدا. المجالات اللي هم بيدرسوا فيها فعلا مجالات هتأهلهم ان هم لما يتخرجوا يلاقوا شغل. فمعهد ارشحه لك جدا بصراحه لو انت من محب الحاجات دي يعني، ودور اكتر عن المعهد وعن فنون تطبيقيه. بعد كده عندك بعد الفنون التطبيقيه عندك تجاره انتساب. تقول لي ايه الفرق بين تجاره انتساب وانتظام؟ دي تقريبا المهم ان تجاره انتساب دي للناس اللي مش جايبه مجموع تجاره تمام. فانت بتخش تجاره انتساب تاخد سنه تقريبا، بعد كده تقلب انتظام عادي زي الباقيين تمام. فده معنى كلمه انتساب وانتظام دي. بعد كده عندك كليه التربيه تمام. التربيه برضو متاحه من الكليات اللي برشحها لك جدا برضو. وسادس حاجه عندك وهي التربيه النوعيه. والتربيه النوعيه بصراحه ما بنصحش بيها قوي يعني. المهم بعد كده عندك المجاميع من 70% ل 75%. الناس اللي مجاميعها بتتراوح من 70% ل 75، اللي احنا كنا بنتكلم عنهم دول 65 ل 70 تمام، دلوقتي من 70 ل 75. فايه اللي قدامك بقى يا باشا من 70 ل 75؟ عندك اول حاجه هو المعهد الفني الصحي، ارشحه جدا جدا وارجحه لك جدا جدا جدا. معهد فني صحي سنتين بتتخرج تاخد تكليفك، اليوم تكليف. بتتخرج تاخد يعني تكليف، اصلا تكليف يعني تطلع تشتغل مع الحكومه بتشغلك معاها تمام. فبتطلع اول ما تتخرج على طول بتشتغل بتقبض تمام، وهم سنتين بس. ف جامد يعني. ابدا دور على المعهد ده بشكل اكبر وانت هتفهم انا بتكلم عن ايه. بعد كده بعد معهد فني صحي عندك فنون جميله، برضو من الكليات اللي برشحها لك ولكن مش لكل الناس تمام. دور عنها وهتفهم. فنون جميله. بعد كده عندك كليه التمريض من 70% ل 75% تمريض موجوده، ايوه. بعد كده عندك كليه التجاره، وعندك كليه تربيه رياضيه. انصحك جدا بتربيه رياضيه برضه، قلت الموضوع ده قبل كده تمام. بعد كده نخش دي افضل كليات من 70 ل 75%، فئه ممتازه جدا جدا جدا. لو مجموعكم 70% ل 75% فالكليات دي بجد 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 كليات كبيره جدا وجامده جدا 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 يعني. اكتر حاجات برشحها لك هي معهد فني صحي، وكليه التمريض، وكليه التربيه الرياضيه. وكليه التمريض كمان جامده. ليه؟ لان التمريض انت بعد ما بتتخرج برضو بيكون لك تكليف، غير ان التمريض مطلوب جدا. يعني التمريض مطلوب جدا في مصر تحديدا بسبب ازمه كورونا اللي جت ديت. دكاتره كتير جدا ماتوا، دكاتره وممرضين كتير جدا ماتوا. فبقت الدوله في احتياج كبير جدا للطب، للدكاتره البشريين وللممرضين. طبعا حتى بشري عددها زادت، بشري يعني كانت بتاخد 8000 دلوقتي بتاخد 10000 ونص، والتمريض كذلك برضو. فالاثنين دول يعني تمريض جامده جدا بصراحه، وفرص شغلها كتير جدا يعني بعد ما تتخرج. ولو حطيتها في مقارنه بينها وبين بيطري، تمريض ولا بيطري، فلو سالتني انا هقول لك بيطري. انا بصراحه من وجهه نظري انا. انت برضو شوف الفرق بين الكليتين عند اي فيديو تاني، وانت ان شاء الله يعني ربنا يهديك للقرار الصحيح اللي يرضيك. بعد كده الناس اللي مجموعها من 75% ل 80%، ايه افضل الكليات المتاحه ليك في الفئه ديت؟ اول حاجه عندك كليه اسمها علوم وثروه سمكيه. انت ممكن تكون ما سمعتش عن الكليه دي قبل كده اصلا، ولكن الكليه دي دورت عليها شويه قليلين كده بس، فلقيت ان هي بصراحه جامده. فيها حاجات كتير، غير انها كليه جديده اصلا. فانت دور عن كليه علوم وثروه سمكيه دي تاني. بعد كده عندك كليه الفنون التطبيقيه، تقريبا كان مجموعها 77 السنه اللي فاتت. فنون تطبيقيه برضو من الكليات الكبيره جدا، الكليات الجامده جدا فنون تطبيقيه. يعني ما اتكلمت عن المعهد العالي للفنون التطبيقيه من شويه فوق. بعد كده عندك كليه اسمها الاستزراع المائي والمصايد السمكيه. استزراع مائي ومصايد سمكيه برضو ما اعرفش عنها كتير، ولكن من الحاجات القليله اللي انا قريتها عنها، فانا شايف ان الكليه دي برضو كليه جامده، دور عنها بشكل اكبر. بعد كده عندك كليه اثار، وكليه اثار دي انا مش بنصح بيها بصراحه. مش شايف ان يعني مش هتطلع زي حواس لما تتخرج يعني، فما بنصحكش باثار بصراحه. خامس حاجة هي تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات المتكاملة. برضو أنا شفت حد دخل الكلية دي، مش عارف معهد تقريبا تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات المتكاملة، وشكر فيه يعني. فدور عن المكان ده برضو أكتر، وأعرف مجالات شغله إيه، وبعد ما بتخرج بيشتغل إيه. بس فده لو مجموعك من 75 ل 80%، فدي أفضل الكليات بتاعتها. ولو سألتني عن أفضل حاجة موجودة فيهم هي إيه، هقول لك بلا اي منازع فنون تطبيقيه طبعا منهم كلهم.
ده لو مجموعك من 75% ل 80%. بس اما بقى لو مجموعك من 80% ل 85%، فبصراحه هنا الكليات مجاميعها بتختلف، بالتنسيق بيختلف من سنه لسنه، لان الكليات هنا مجاميعها حساسه قوي، بتفرق على 1% و2% والكلام ده، وحاجات من 10. فمش مش هقولهم لك في الفيديو ده بصراحه، استنى التنسيق وشوف دنيتك ايه. اما بقى الناس اللي مجاميعها من 50% ل 60%، فبصراحة الشخص اللي كتب السكريبت بتاع ده، طبعا هي باشمهندسة سارة، هي اللي شغالة معايا في القناة، ما كتبتليش دول. ودلوقتي انا بصور، يعني زي ما قلت لك انا بصور الساعة 6 الصبح، اكيد مش هرن عليها اقول لها اكتبي دول يعني. ولكن باذن الله استنى مني بكرة او بكرة يعني باذن الله انزل لك فيديو عن الكليات بتاعة التنسيق من 50% ل 60%، فابقى استنى الفيديو ده يعني. بس ودي كل الكليات الموجودة، وعلى فكرة فيهم كليات كبيرة جدا وجامدة جدا يعني، ما تزعلش. لو كنت متوقع انك هتجيب مجموع اكبر من كده بكتير، فدلوقتي ده المتاح. ما تقعدش تبكي على الاطلال كتير وتبكي على اللي ضاع منك بقى والكلام ده. دلوقتي احنا في امر واقع، فنبدا نفكر بشكل صحيح اكتر، تمام، علشان ما نقعش وقعه تخش كلية مثلا مش حاببها او مش مكانك، تضطر تحول منها بعد سنة، تخسر سنة من عمرك. فبلاش يعني تعمل حاجة زي ديت. فكر بشكل منطقي، انت دلوقتي قدام الامر الواقع، اختار كلية بتمعن وبتركيز علشان ما يحصلش دربكة معاك في الكلية دي بعد كده. بس وده كل حاجة كنت عايز اقولها لك عن الكليات، والف مبروك وموفقين دائما ان شاء الله. سلام.